بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جربتي في رمضان تعملي الجريمة دي؟ جربتي تعملي كشري في رمضان؟ مش عارفة، يعني هو الكشري هيقول لأ في رمضان؟ صحينا الصبح البنات بيقولوا لي هناكل ايه يا ماما؟ قلت لهم مش عارفة. واحدة منهم قالت لي يا ماما عايزين ناكل كشري، قلت لها والله ما انا مزعلاكي. يلا، عملنا ايه؟ رحنا جايبين الحمص ورحنا نقعناه زي ما انتوا شايفين كده، وكمان جبت شوية عدس بجبة ورحت غسلاهم كويس قوي ونقعتهم. جبت 3 بصلات وهعمل بقى الورد بتاع الكشري. بصي انا ولا بحط لها نشا ولا بحط لها دقيق ولا اي حاجة خالص. كل اللي انا بعمله ان انا برفع القطع بتاعة البصل، يعني انا بخليها كأنها بصلاية مبشورة بس، مش اكتر من كده. هتمسكي الزيت تخليه يسخن، واول ما يسخن هتنزلي فيه بس شويه زيت كتير، يعني زيت. لو الطاسه اللي انت بقى بتقلي فيها بطاطس كده، اقلي فيها شويه البصل دول. خلاص. بصي الجمال والحلاوه، والله في منتهى الجمال. وبعدين كميه الزيت عشان كتير بيقرمش معاكي وبيحمر، كله بياخد نفس الدرجه ونفس اللون، مفيش واحده بتتحرق والتانيه تفضل بيضه والكلام ده. هتطلعيها على مناديل وتسيبيها، هي هتبقى مقرمشه وجميله جدا. مش بتحتاجي بقى الافتكاسات بتاعه تحط لها نشا وحط لها دقيق والكلام ده خالص. بس كده. بعد ما بنخلص البصل بيكون الحمص بتاعي اتنقع كده والكميه بتاعته زادت، باخده احطه على النار. بالاول بغير له الميه بتاعته، لان الميه اللي انا هغليه فيها دي اللي انا هزوده بيها كده بحاله بماله كده، واروح حطاه على الصلصه. تمام، يعني مش بصفيه من الميه ديت. علشان كده بحط كمية المية اللي بتبقى مناسبة، ما تبقاش زيادة، وفي نفس الوقت تكون مية اللي هي بقى اللي انا هستعملها يعني. خلاص. حطينا الحمص اتنقع، وبعد كده جبت زي ما انتوا شايفين كده، جبت راس توم كبيرة وهعمل الصلصة بتاعة الحمص. اول ما احمرت معايا اصفرت كده، يعني داخلة على انها تحمر، رحت على طول طشاها بالخل، حوالي كوباية صغيرة من الخل. وبعد كده الخل يا دوب يغلي غلوة واحدة بس، واروح حاطه عليه كمية الطماطم اللي انا عايزاها، واضيف عليها فلفل اسمر، واغطيها واسيبها مع نفسها تتسبك. بعد كده هنعمل الدقة بقى. بصوا انا شغالة بدري قوي بعيد عن الفطار، يعني من الصبح كده، فشغالة بمزاج، فشغالة على نفس ايه العين بتاعت البوتاجاز، يعني مش بحاول ان انا اشغل كل البوتاجاز معايا. بخلص حاجة وبعمل التانية، لكن انت ممكن في نص ساعة بس تكوني ناقعة الحمص، تقدري تعملي طبق الكشري بتاعك. هنا بقى خدت التومة، معلقة كده من التومة محترمة، حطيتها في معلقتين من الزيت، يا دوب قلبتها تقليبة في الزيت، وعلى طول رحت نازلة عليها بالخل وعصر ليمونتين. والدقة يا بنات انا مش بحط لها غير كمون بس والشطة، يعني كمية الشطة اللي انت عايزاها والكمون، ما بحطلهاش طبعا فلفل اسمر. وخلاص كده الدقة بتاعتي كمان جهزت. هنحضر الرز. الرز بقى انا بحب احط معلقتين كده في الاول يتحمروا، وبعد كده بضيف عليهم الشعرية واقلبهم مع الشعرية. بصوا انا يعني ايه، مش اللي هو بيضيف العدس في الاخر كده طبقة، لا انا بحب احط العدس قوي مع الرز، بيديله طعم في منتهى الجمال. وكمان القيمة بتاعت العدس اللي بتبقى فيه بتنزل مع الرز كمان وهم بيستووا مع بعض. بعد ما الشعرية خدت لون هي كمان مع معلقتين الرز، رحت نازلة بالعدس اللي انا نقعته طبعا، بقلبهم تقليبة كده مع بعضهم. وطبعا المادة الدهنية اللي انا كنت حطاها كانت معلقتين من السمنة ومعاهم معلقتين من الزيت. بعد كده بحط باقي كمية الرز. طبعا احنا في الفطار، احنا في رمضان مش في الفطار، فطبعا الولاد مش هيفضلوا رايحين جايين عليه، فانا عاملة يدوب على قد الفطار بس، يعني طبق كبير كده وعلى جنب كده لو جنبه طبق تاني ولا حاجة وخلاص. بس كده. هنا بقى الصلصة كانت اتسبكت والحمص استوى معايا زي ما انتوا شايفين. حطيت الحمص بالمية بتاعته كده وهغطي عليه واسيبه بقى يستوي، وكده الصلصة بتاعت الحمص استوت. هنا انا كنت حاطة مية للمكرونة، وبحب ازود كمية المية علشان اعمل حسابي ان انا ازود منها الرز.
لان زي ما اتفقنا قبل كده لازم الميه اللي تزودي منها الرز تكون ميه بتغلي. هنا بقى هنعمل الصلصه اللي هي متسبكه اللي بتتحط على الكشري. انا بعمل ايه؟ طبعا الزيت اللي احنا قلينا فيه البصل ده كنز، اوعي تتخلصي منه. باخد منه كبشه كده محترمه من الزيت اللي قليت فيه البصل، وبحطها انزل عليها بالتوابل، فلفل اسمر وكمون والملح، واول ما ريحتهم تطلع معايا على طول هروح حاطه الطماطم، وكده تبقى الصلصه كمان خلصت. الميه غلت وحطينا كميه المكرونه اللي احنا محتاجينها، وخلص الكشري كده. يعني مش صعب، وحاجه في منتهى الجمال. وبصي الجمال والحلاوه، حاجه كده تحفه. والله الولاد كلوا وانبسطوا ويقولوا لي احلى يا ماما، وكمان من لما كنا عملنا فراخ او لحمه او اي حاجه تاني. في منتهى الجمال والله. جربيه، رمضان مش هيقول لا ما تعملوش فيا كشري. طعمه جميل وطبق حلو جدا، وهيعجب كل اللي موجودين ان شاء الله. بس دي كانت الطريقه بتاعتي في الكشري، وده كان الفطار بتاعنا لسادس يوم رمضان. وكل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل جرس الاشعارات يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم.